تخيل تدخل من بوابة مكان ياخدك من تاريخ الساعة اللي انت فيها لحد 7000 سنة في الماضي وأكتر. أيوة، هو ده المتحف المصري الكبير. بتدخله وكأنك ركبت آلة الزمن وبتتفرج على تاريخ وحضارة مصر العظيمة، من أول حضارة ما قبل التاريخ مرورا بباقي الحقب الزمنية للحضارة المصرية القديمة، ولحد ما تلاقي نفسك قدام واحدة من أهم عجائب الدنيا السبع، وهي أهرامات الجيزة. يلا نركب آلة الزمن مع بعض ونشوف عظمة وجمال المتحف الكبير من جوه. قبل ما ندخل من البوابة، تعالوا نتأمل الإبداع اللي معمول في المسلة المعلقة، واللي تعتبر أول مسلة معلقة في التاريخ. هنلاقيها معروضة بتصميم يمكن الزائر من رؤية خرطوش الملك رمسيس الثاني المنحوت في أسفلها. بعد كده نبص على واجهة المتحف، هنلاقي قدامنا هرم رابع كبير، أو زي ما بيقولوا عليه حائط الأهرامات، عرضه 600 متر وارتفاعه 45 متر، مقسم ل7 مثلثات كبيرة بتتضمن واجهة شفافة من ناحية الشمال تتيح للزائر رؤية الأهرامات، ودي في حد ذاتها بترمز لدور مصر كمنبع للحضارات. أما كسوة الواجهة فمصنوعة من الرخام المصري المستخرج من محاجر سيناء، وهو نفس نوع الرخام اللي استخدمه المصري القديم في بناء المعابد، للدلالة على استمرارية الأحفاد لما فعلوا الأجداد. كمان هنلاقي في الواجهة رسالة ترحيبية من مصر لحضارات العالم بتعكس استمرارية التاريخ والفن، حيث تزين الواجهة ب 568 خرطوش لملوك مصر منذ الملك مينا وحتى الرئيس عبد الفتاح السيسي. ندخل بقى من البوابة على منطقة البهو الكبير، هنلاقي قدامنا تمثال ضخم للملك العظيم رمسيس الثاني، وده لوحده طوله حوالي 11 متر ووزنه حوالي 83 طن، مصنوع من الجرانيت الوردي. والحقيقة اللي حط التمثال ده تحديدا في البهو يعني كان اختيار رائع منه، لأنه بمثابة شاهد على حرفية وقوة المصريين القدماء. وعلى بعد خطوات من البهو هنلاقي الدرج العظيم، وهو عبارة عن سلم كبير بمساحة 6000 متر مربع وارتفاع يعادل 6 أدوار، موجود عليه 59 تمثال ملكي وقطع أثرية فريدة. بياخدك الدرج في رحلة زمنية بصرية عبر تاريخ مصر القديم، وبيركز على 4 مواضيع رئيسية، وهي الملكية والعبادة والعلاقة بين الملك والآلهة، ثم الرحلة إلى الحياة الأبدية وما بعد الموت. وبينتهي الدرج العظيم ببانوراما كبيرة بتشوف من خلالها الأهرامات ال3. يعني هو عبارة عن عرض متحفي متكامل بيربط الزائر بتاريخ الحضارة المصرية من عصور ما قبل التاريخ وصولا للعصر الروماني. بعد كده بندخل على القاعات الرئيسية، واللي مقسمة ل 12 صالة معروض فيها كم هائل من أندر وأهم القطع الأثرية المصرية، وفي صالة كاملة مخصصة للملك توت عنخ آمون، واللي معروض ليه لوحده أكتر من 5000 قطعة، ولأول مرة منذ اكتشاف مقبرته عام 1922 تعرض هذه القطع مجتمعة في المتحف المصري الكبير. كما يوجد أيضا متحف مراكب خوفو، هو قاعة داخل المتحف الكبير تعرض المركبين الجنائزيين للملك خوفو، واللي بيعد من أبرز المتاحف المتخصصة في العالم، لأنه بيضم قطعتين أثريتين نادرتين من أقدم وأضخم الآثار العضوية المكتشفة. المتحف المصري الكبير مش بس أكبر متحف في العالم بيعرض آثار حضارة واحدة، لأ، ده كمان يعد مجمع ثقافي ومركز مجتمعي ومنارة للمعرفة، لأنه بيقرب المجتمع من خلال فعاليات تشجع على الإبداع والابتكار والفن. ده كمان بيضم مساحات كبيرة للمعارض وقاعات مؤتمرات، أجنحة تعليمية، تجربة الواقع المختلط الافتراضي، قاعات محاضرات، أماكن عمل مشتركة، سينما، مكتبة، حدائق واسعة، يعني مكان معمول عشان يرضي جميع الأذواق. وكمان في مطاعم وكافيهات شهيرة، وفي منطقة تجارية بتضم أبرز العلامات المصرية والمليئة بالحرف المحلية. يعني باختصار الصرح الرائد ده هو عبارة عن سحر الماضي وحيوية الحاضر
وتطلعات المستقبل. أنا حاولت أبسط لكم تفاصيل المتحف من جوه، لكن الموضوع أكبر بكتير من إنه يتوصف أو يتشاف في صور. المتحف المصري الكبير حقيقي إبداع مش ممكن تستشعره إلا وإنت جواه، عشان تحس بالعظمة والفخر اللي عملوه أجدادنا المصريين القدماء، واللي اكتمل على إيد أحفادهم اللي شاركوا في تقديم هذا الصرح الرائع. وعشان ما أطولش عليكم الحلقة، فاستنوني الحلقة الجاية عشان أقول لكم المصريين لما دخلوا المتحف المصري الكبير عملوا إيه. أتمناكم بخير. تحياتي للجميع.